السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو عبارة عن بيني ديال الفران اللي كيطيب في الفران، عمرته بالشوكولات، والنصف الثاني عمرته بالفرماج. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو النهائي. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. كنحتاجو المقادير كيف ما كتشوفوا هي مكتوبه على الشاشه: 250 غرام ديال دقيق الفرص، 100 غرام ديال البطاطا سلقناها وطحناها، وصفار بيضه، 3 معالق كبار ديال السكر، و7 غرام ديال لافاني، ومعلقه كبيره ديال خماره معجونه، و2 معالق كبار ديال الزبده، ورشه ديال الملحه، وحليب دافي باش نجمعو به العجين. وكذلك للحشو كنحتاجو الشوكولات ديال الدهن او شوكولات قطع، وكنحتاجو الفرماج مثلث ولا مربع اللي متوفر. كناخدو هاد العناصر كيف ما كتشوفوا. كنضيفو واحد شويه الحليب على الخميره باش تذوب لينا. من بعد كنخلطوا هاد العناصر مزيان وكنجمعوهم مزيان. من بعد كنزيدو ليهم الحليب دافي حتى كنحسوا بالعجينه انها تجمعت لينا. كنضيفو الحليب غير بشويه بشويه. من بعد كندلكوها واحد شويه كما كتشوفوا، كندلكوها واحد الدقيقه. من بعد كنديروها في واحد الاناء، وكنخليوها تخمر. كنديروها في واحد الاناء يكون مدهون بالزيت، وكنخليوها تخمر لينا. كيف ما كتشوفوا هي العجينه خمرات لينا. دابا غادي نقطعوها على جوج، وكنرشو مكان العمل بالدقيق. كيف ما كتشوفوا ملي شكلتها على شكل دائره، دابا كنقطعوهم على شكل دوائر غير بالكاس، الحجم يكون صغير. ملي كنشكلوهم دوائر بهذه الطريقه، من بعد كندهنوا الجوانب ديال الدائره بالحليب، باش ما يتحلوا لينا الا غادي يطيبوا في الفران. ومن بعد كنديروا لهم معلقه ديال الشوكولات. كيف ما كتشوفوا كنحاولوا اننا نقسموا العجين. النصف غادي نديروا ليه الشوكولات كيف ما كتشوفوا، كل دائره كنديروا لها معلقه صغيره ديال الشوكولات. من بعد كناخذوا الدائره الاخرى وكنديروها عليها بهذه الطريقه. من بعد كنضغطوا عليها غير بشويه باش تلصق. والشكل الثاني كنديروا ليه الفرماج. كندهنوهم اولا بالحليب الجوانب، من بعد كنديروا القطع ديال الفرماج بهذه الطريقه. من بعد كنسدوهم بدائره اخرى وكنضغطوا عليهم، يعني ضغطه خفيفه من الفوق. من بعد كناخذوا الطاوه ديال الفرن كندهنوها بالزيت وكنستفوهم. ومن بعد كنخليوهم حتى يخمروا لينا، وكندخلوهم للفران يعني الحراره 150 لمده 20 دقيقه حتى 25 دقيقه. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجيو رائعين ومفشفشين. كنتمنى تجربوهم. كما كتشوفوا هذا الشكل اللي درنا ليه الفرماج كيجي بهذه الطريقه. والشكل الثاني اللي درنا ليه الشوكولات
ممكن تعمريهم بأي حشوة كتفضليها، يجيو بهاد الطريقة، يجيو رائعين. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة ديالي، وكذلك الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.